اوعى تشتري ادويه التخسيس اللي على النت دي قبل ما تتفرج على الفيديو ده، والموضوع ده حياه او موت، عشان ما يحصلكش زي اللي حصل لعبد العظيم. عبد العظيم مين؟ واحد صاحبي ما تعرفوش. عبد العظيم ما كانش يعرف 5 حاجات عن الحبوب اللي بتتباع على النت. واول حاجه فيهم ان هي مش مترخصه في وزاره الصحه، وتاني حاجه فيهم ان تركيبتها مش واضحه ومش معروف الكبسوله دي جواها ايه. بس انا عارف الكبسولات دي فعلا هتخسسك وهتنزلك تقريبا من 10 ل 12 كيلو في الشهر. مفيش حاجه بتخسس بالطريقه دي غير حاجه واحده بس. الماده دي اسمها ماده فعاله، كانت موجوده لحد وقت قريب وكنا بنستخدمها في التخسيس، ودي كانت بتشتغل على الدماغ وبتقفل مركز الشهيه اللي في الدماغ. لحد فتره قريبه اتضح ان الماده دي بتعمل بلاوي. اقلهم هتعمل لك زياده في ضربات القلب، هتعمل لك جلطات، وكمان هتوصلك لسكتات قلبيه وسكتات دماغيه. عشان كده كل وزارات الصحه حوالين العالم سحبت الماده دي من السوق. فالادويه دي مليانه من الماده دي. فلو انت مستغني عن عمرك وحابب تجرب، جرب، بس على مسؤوليتك انت. كمان انا شفت بعيني بعض الناس بتقعد بالثلاث والاربع ايام ما بتنامش لحد ما يجولك الصيدليه عينهم فيها جحوظ، تحس ان زومبي داخل لك الصيدليه. وده لان الادويه دي بتحتوي على 600 مللي جرام من القهوه، يعني كانك شربت 10 كوبايات اسبريسو ورا بعض. فيا صاحبي لو عايز تخس وحد عرض عليك الحبوب دي، اوعى تاخدها منه، لان هو كده بيموتك. وللاسف بعض العيادات ودكاتره التغذيه بداوا يبيعوا الدواء ده جوه العيادات. فلو دكتور تغذيه ادالك الدواء ده جوه العياده، اطلع من العياده وبلغ عنه. وزي ما قلت لك الادويه دي هتخسسك حوالي 12 كيلو في الشهر، بس صدقني اول ما هتبطلها هترجع تزيد تاني، بس هتزيد مرض. عشان كده لو عايز تخس مفيش مشكله لما تتواصل معايا او تجيلي الصيدليه، هوزنك بجهاز انبادي كامل وهعمل لك نظام غذائي متفصل عليك هيخسسك نفس ال10 كيلو، بس بادويه كلها مرخصه من وزاره الصحه. وتحدي بيني وبينك هم ال10 كيلو في الشهر.